النهارده يا شباب هنحل مشكلة تعذر الربط أو تأكد إن هاتفك متصل بالإنترنت. هنحل المشكلة ديت في تطبيق واتساب الجولد، واتساب الذهبي أبو رعد. تمام، واتساب أبو رعد AR. تمام، هنقدر نحل المشكلة وهنقدر نربط واتساب الجولد اللي هو خاص بأبو رعد تمام بالواتساب الرسمي بطريقة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله هيتم الربط قدام عينك ونشوف المميزات بتاع واتساب الجولد أبو رعد AR. تمام، كل اللي عليك عايزك بس تتابع معايا الفيديو للنهاية، ولو لسه جديد معانا في القناة والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس على الكل. طبعا واتساب الجولد أبو رعد مع تطبيق اللي بيسهل عملية الربط، الاتنين دول هتلاقيهم في فولدر واحد، والفولدر ده هسيبه لك في قناتي على التليجرام. أول حاجة هنعملها يا شباب هنضغط على المتجر بلاي، بعد كده نضغط على الصورة الشخصية ونجيب بلاي للحماية، بعد كده نضغط على علامة الترس، بعد كده هنبدأ نوقف حماية جوجل بلاي، هنعمل إيقاف لحماية جوجل بلاي. تمام، طيب لو أنت مش حابب توقف حماية جوجل بلاي وأنت بتثبت التطبيق أو حضرتك بتثبت التطبيق عندك، هيبدأ يجيب لك كده يقول لك التطبيق ضار ومش هيرضى يثبت معاك إلا إذا توقف حماية جوجل بلاي أو تضغط على كلمة مكتوب عليها المزيد من التفاصيل. لما يجي يقول لك التطبيق ضار هتلاقي المزيد من التفاصيل، اضغط عليها وهتضغط على كلمة تثبيت، على أي حالة يتثبت معاك عادي مفيش اي مشكله. تمام، بعد ما وقفت حمايه جوجل بلاي عايزك ترجع وتضغط على البحث كده وهتبدا تكتب زد ارشيف، عايزك تنزل تطبيق زد ارشيف عشان التطبيق ده او الملفين دول هسيبهم لك مضغوطين في ملف مضغوط من زد ارشيف، فلازم تضغط على زد ارشيف او تحمل تطبيق الضغط ده اللي هو زد ارشيف. تمام، لو مش عارف تحمله من على المتجر بلاي سيب لي كومنت او قول لي وانا هبعته لك على قناتي على التليجرام او هحطه لك برده على قناتي على التليجرام، مفيش اي مشكله. تمام، بعد كده هنرجع وهنبدا نضغط على التطبيق الخاص بتسهيل عمليه الربط اللي هو عليه حرف البي ده، هيبدا يظهر معاك بالشكل ده. تمام، اول ما انت تقول اوكي وموافق هيبدا يظهر معاك بالشكل ده بعد ما تثبته. تمام، هيبدا يقول لك اوكي وموافق. تمام، هيبدا ظاهر معاك بالشكل كده. هنضغط على الاعدادات، بعد ما نضغط على الاعدادات هنضغط على الاعدادات الشبكه الخاصه الافتراضيه، هنضغط عليها هتلاقي ظهر معاك بالشكل ده. تمام، بعد كده يا شباب هتبدا تضغط على تاني خيار، هنضغط على تاني خيار. تمام، بعد كده بيقول لك حدد التطبيقات، هنضغط على تحديد التطبيقات وهندور على واتساب الجولد بالشكل ده كده. دي كل التطبيقات اللي موجوده على الموبايل بتاعي اهو. الواتساب جولد هنحدد عليه المربع بالشكل ده وهنقول له تم، بعد كده نرجع خطوه، بعد كده هنقول له ابدا، هيبدا يشتغل معايا بالشكل اللي انتم شايفينه ده يا شباب. تمام، طالما جاب لي الاعلان ده يبقى كده التطبيق اشتغل معايا. تمام، هطلع منه كده خالص وهجيب موبايل تاني وهبدا اجهز الكاميرا بتاعته. تمام، واضغط على واتساب الجولد ابو رعد. تمام، اللي هو AR، بعد كده هضغط على السهم، بعد كده اقول له الموافقه والمتابعه، بعد كده اقول له السماح واقول له ربط الجهاز، وهبدا احدد كده الكاميرا بتاعتي واصور QR كود. تمام، بعد ما اصوره هطلع واروح على الواتساب الرسمي بتاعي، هضغط على الثلاث نقاط واقول الاجهزه المرتبطه. تمام، هنا طبعا 4 اجهزه انا عايز اخرج جهاز. تمام، بعد كده اقول ربط الجهاز وهديله البصمه بتاعتي وهبدا اعمل كده. هنا بيقول لي جاري تسجيل الدخول زي ما انتم شايفين يا شباب. ممتاز جدا يا شباب، زي ما انتم شايفين سجل دخول على طول. بعد كده يا شباب هنروح على الواتساب الجولد ابو رعد، هنضغط عليه هتلاقيه بيقول لك جاري تحميل الدردشات، هنطلع هنضغط كده وهنبعد هنطلعه ولا ايه. بعد كده نضغط على واتساب الجولد ابو رعد، هيبدا يظهر معايا بالشكل كده واقول له اوكي. هنا طبعا هقول له اوكي، هرجع تاني خطوه. تمام، هرجع تاني خطوه كده هيبدا يظهر بالشكل ده يا شباب. هنضغط على الثلاث نقاط ونجيب اضافات ابو رعد، بعد كده نجيب الخصوصيه والقفل. هنا تفعيل وضع الشبح، لو انت حابب تفعله اخفاء اخر ظهور هتحدده عادي مفيش اي مشكله. لو انت حابب تعمل اخفاء اخر ظهورك، زر الرسائل المعدله متفعله، تجاوز المشاهده المره الواحده متفعله، منع حذف الرسائل متفعله، توقيف اشاره محوله متفعله. هنا من يستطيع الاتصال به الخصوصيه، اعدادات الضبط، اخفاء مشاهده الستوري، اخفاء مشاهده الحاله انك شاهدت الحاله. تمام، هنا من حذف الحالات، هنا اظهار صحين الازرق فقط بعد الرد حدد عليها. طبعا زي ما انتم شايفين ده واتساب ابو رعد، دي المميزات بتاعته.
هنخرج كده يا شباب. طبعا ازاي تحمل تطبيق الفي بي ان اللي هو خاص بعمليه او تسهيل عمليه الربط، وكمان نسخه واتساب ابو رعد. تمام. طبعا هتدخل على التليجرام بالشكل ده كده. تمام. طبعا النسخه انا هسيبها لك في قناتي على التليجرام، هتلاقيها ظاهره معاك بالشكل كده AR@عبد الله، هتضغط عليها بالشكل ده كده. تمام. هتبدا تختار زد ارشيف تاني واحد اللي احنا اتكلمنا عنه في اول الفيديو، قلنا لك لازم تثبته عندك في الموبايل بتاعك، زد ارشيف. هنضغط عليه. بعد كده نضغط على عبد الله. بعد كده هنجيب اول خيار عبد الله، هنضغط عليه وهنقول تثبيت او تحميل عادي، بس هنخليها تثبيت. يعني هنضغط على كلمة المرور المطلوبة. هنا بيقول لك كلمة المرور المطلوبة. كلمة المرور طبعا 5 خمسات، 5 خمسات، يعني ادي 5 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5، 5 خمسات اهي زي ما انتم شايفين يا شباب. كلمة المرور 5 خمسات. وهنقول حسنا. هيبدا يقول لي اداه تثبيت الحزم، هنضغط عليها. هنا هيبدا هيقول لك تثبيت، هتبدا تضغط على تثبيت، هتثبت معاك. هنا بيقول لي تحديث عشان بالفعل التطبيق ده موجود على الموبايل. تمام. فانت هيقول لك تثبيت، هتبدا تثبته عادي. هتيجي عند نسخه AR تمام اللي هي واتساب الجولد بتاع ابو رعد، هتضغط عليها برضو. هتقول تثبيت، هيطلب منك كلمه المرور، هتقول له 5 خمسات. ادي 5 ادي 5 ادي 5 ادي 5 ادي 5 زي ما انتم شايفين 5 خمسات يا شباب. وهتقول له حسنا. تمام. هيبدأ يقول لك أداة تثبيت الحزمة، هتضغط عليها. تمام. هنا برضو هيبدأ يقول لك واتساب جولد تثبيت، هتبدأ تثبته. أنا بقول لي تحديث عشان بالفعل موجود عندي. أتمنى أكون وصلت لك المعلومة بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل، وأشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.